السلام عليكم حبايب قلبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. معاكم نورة من قناة مطبخ نور ان شاء الله باذن الله. النهارده بقى فيديو جديد كده مع بعض، فيديو حلو كده من مخبوزات كده الشتاء. هي مش مخبوزات شتاء بس، يعني انا اي حاجه بخبزها بتدفي الشقه فبحبها. يلا بينا بقى فيديو جديد النهارده، بتمنى يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في فيديو النهارده. بس قبل كده ما ندخل في الفيديو عايزين نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكل سنة وانتم طيبين جميعا، ودايما يا رب مع بعض في الأفضل كده والأحسن كده على طول. ان شاء الله وصفة النهاردة هنعمل مع بعض عيش كايزر، هنعمله بمنتهى السهولة. مقادير سهلة وبسيطة، ولا بيض ولا لبن ولا لبن بودر ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص، ولا زبدة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. هنعمل كايزر اقتصادي موفر، طعمه لذيذ وحلو، وان شاء الله بإذن الله وصفة النهاردة هتعجبكم، انا متأكدة من كده. لان هي فعلا طعمها اللهم بارك حلو جدا. يلا بينا بقى نشوف المقادير اللي احنا استخدمناها هنستخدم ايه، ونشوف الطريقة بتاعتنا. أول حاجة أنا هستخدم كيلو من الدقيق، متعدد الاستخدامات أو دقيق مخبوزات. 3 معالق من السكر، هضيف عليهم باكت من الخميرة الفورية أو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان هضيف عليهم كوباية من المية الدافية الكبيرة، يعني كوباية كبيرة مية دافية. مية دافية فترة مش سخنة عشان ما تفسدش معانا الخميرة. هبتدي بقى احط السكر والخميره وكوبايه الميه كده وهدوبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هجيب كيلو من الدقيق، انخليه بقى زي ما انت عايزه بمصفى صغيره او بمنخل، اي حاجه المتاح معاكي. هنضيف كيلو من الدقيق وهنقلبه بقى كويس جدا كده مع بعض، هنعجنه. بس اهم حاجة تعجني كويس قوي مع بعض، يعني مثلا مش اقل من 10 دقايق عجن عشان تطلع معاكي عجينة حلوة، وفي تشكيلها ان شاء الله بإذن الله تبقى سلسة وحلوة. يبقى احنا كده مقادير العيش بتاعنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 معالق من السكر، عبارة عن اللهم صل على النبي 3 معالق من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، بضيف عليهم كوباية مية دافية كبيرة، وبقلبهم كويس جدا مع بعض. بعدين ببتدي انزل بكيلو من الدقيق، رشة من الملح، بس في الاخر خالص هحتاج من معلقتين لتلاتة كده زيت. بس كده، مش هحتاج اي حاجة تانية. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. هبتدي بقى الم العجينه كويس جدا مع بعض. اول ما احس ان الدقيق خلاص مش باين معايا في العجينه، هبتدي انزل بحوالي 3 معالق من الزيت، وهقلب العجينه كويس جدا مع بعض. يعني ما تستخسريش صحتك بقى في حته العجن، يعني اللي ربنا يقويكي عليه كده اعجنيها على قد ما تقدري. رخامتك النظيفة اديها رشة من الدقيق كده، رشة من الدقيق على الرخامة. او لو حابة تكملي عجن في البولة بتاعتك مفيش اي مشكلة. بس انا عشان عايزة اعجنها كويس جدا وامررها كده كويس قوي. هتشوفوا هنعملها ازاي، فهشتغل على الرخامة. طبعا الرخامة قبل ما ابتدي شغل عليها فهي نظيفة، وانا متأكدة ان هي نظيفة، عشان محدش بس يقول ازاي بتشتغلي عليها كده. رخامة بتلمع من النظافة يعني. رشيت رشة من الدقيق، وبعد كده بقى بصوا بنزل العجينة، وهبتدي ان انا افتح في العجينة يمين وشمال. مهم قوي تعجني العجينة كويس عشان تاخدي منها افضل نتيجة. على قد ما تقدري بقى، يعني على قد ما تقدري. مش قادرة تعمليها كده مثلا على الرخامة او حاجة، فكملي حطي البولة بتاعتك كده في الارض، مش لازم على الرخام. تبقى عالية عن مستوى الايد شوية، فممكن تعمليها على الارض او على ترابيزة واطية شوية، وتشتغلي عجن عليها لغاية ما تحسي ان العجينة اتخدمت بالعجن معاكي يعني صح. ببتدي امرر في العجينة كده زي ما انتوا شايفين، يمين وشمال، وافتح فيها واكورها والمها لغاية ما انا بحس ان ملمس العجينة اتغير معايا للافضل. بقت معايا عجينة متماسكة، مش مشققة مش مفتحة، بتبقى ملمومة حلوة قوي. وده طبعا بيفرق
في بعد كده بقى لما نيجي نقطع العجينة ونشتغل فيها بيفرق وبيبان العجينة دي معجونة ومخدومة كويس في العجن ولا لا. معايا عجينة طرية حلوة مش ناشفة، وفي نفس الوقت مش بتشبط في الايد ولا حاجة. بس كده عجنتها كويس، هبتدي بقى ان انا اقفل عليها اقفل عليها كويس قوي، احنا في الشتاء، فقفلي على عجينتك كويس قوي عشان تخمر معاكي حلو. حطي عليها فوطه، قفلي بستريتش راب كده وحطي عليها فوطتين واركنيها على جنب. انا عملت في الحله دي عشان هي اولا غويطه، ثانيا الغطا بتاعها بيقفل كويس، فهتخمر معايا العجينه حلو. هنا بعد ما العجينه خمرت هبتدي بقى اطلع منها الهواء، وبعد كده بقى هنبتدي ان احنا نشكلها يعني كور. مطلعه الميزان، طلعت الميزان بتاعي وطلعت كمان الصواني اللي انا هخبز فيها. بمسح بس الصينيه مسحه من الزيت، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اشكل العجين بتاعي لكور صغيره. انا هوزن، انا عندي الميزان فانا هوزن. لو الميزان مش موجود عندك مش متاح، اعملي الكوره قد البيضه، يعني كوره مثلا في نظرك كده قد البيضه. انا هبتدي افرد العجينه كويس على الرخامه وهوزن كل كوره انا عايزاها من 70 ل 75، يعني ما تقلش عن ال70 جرام وما تزيدش عن ال 75 جرام. طبعا مش كل التقطيعه كلها جت نفس الحجم بالظبط، بس يعني انا بقولك مثلا الرينج اللي انا شغاله فيه يعني من 70 ل 75. فمثلا جت 72 اوكي، 74 تمام، 75 72 70 كل ده تمام. المهم حجم الكوره ما يقلش عن 70 وما يزيدش عن 75. حجمه طلع مناسب، طلع حجمه حلو، مش كبير قوي ومش صغير قوي، حجم الكايزر اللي احنا متعودين عليه. وكمان يعني ما شاء الله اللبابة فيه من جوه، او زي ما بيقولوا كده العيش ملحم، يعني اللبابة فيه عالية، فكان اللهم بارك كان حجمه حلو قوي. ممكن طبعا لو حابه تقلليه اصغر من كده مفيش مشكله، بس هو ده انا بقولك الحجم المناسب ليه كان قد ايه. لو طبعا مفيش ميزان، في ميزان اوزني، يعني في ميزان عندك ميزان جرامات زي ده كده، اوزني تبقى الكوره بتاعتك مش اقل من 70 ومش اكتر من 75. مفيش ميزان، اشتغلي انت بالنظر كده بايدك عادي، ان تبقى مثلا الكوره في حجم البيضه. بعد ما قطعناهم خلاص، بعد ما قسمناهم وقطعنا الكمية بتاعتنا كلها، هنعمل ايه؟ اول حاجة بتعمليها بمرر العجينة كويس قوي على السطح اللي انا شغالة عليه. بمرر العجينة كويس قوي، وبحاول ان انا ادمجها كويس قوي مع بعض، وبعد كده ببتدي ان انا ابططها، افرد العجينة كده دايرة، وبعد كده ببتدي المها بين ايديا كويس قوي، وتتاكدي وانتي بتلميها ان انتي بتقفليها صح عشان ما تفتحش معاكي يعني في السوى. والجزء اللي انتي بتلميه او اللي انتي بتكوريه ده هو ده اللي هتبقى اللبابه بتاعه العيش من جوه او بتاعه الكايزر من جوه. فلازم تلفيها كويس قوي، بصي زي ما انا بلفها كده بالظبط. وبعد ما تقفليها كويس قوي، ادمجيها كويس قوي بين ايديكي، لفيها كده كوره تاني، وتتاكدي ان هي من تحت مدموجه كويس قوي ومقفوله على بعضها كويس. خلاص كده بجيب الصينيه اللي انا هشتغل فيها، وزي ما قلت لكم بالفرشه كده مسحه من الزيت، وبعد كده هبتدي احط عليها الكور زي ما انت شايفاها كوره كده بالظبط. اهم حاجه لازم تكوريها بعد ما تقفليها، ادمجيها تاني بين ايديكي كده عشان تطلع معاكي الكوره شكلها متناسق. في غلطه انا عملتها وحابه اقولها لكم عشان يعني انتوا تتفادوها. لازم تسيبي مسافة او يعني مسافات كافية كده بين كل واحدة والتانية عشان هو بيخمر قوي. هو ما شاء الله اللهم بارك كان حلو قوي. صينية اول صينية دخلتها لما اختمرت وكده زادت جدا، فما ادتش مساحة ان هي
تكبر، فبقت مضغوطة كلها كده ببعضها عاملة زي خلية النحل. هي ما زعلتنيش، بس انا بقول لكم على النقطة. زي ما انتم شايفين هي الصينية دي كده لما دخلت الفرن زادت يعني، فلزقت في بعضها. انتي اعملي مسافات كافية بين كل واحدة والتانية عشان يطلع معاكي مدور كويس، وكمان تبقى حروفه كلها واخدة نفس الكيرف ونفس الشكل. خلاص كده هنا بعد ما الصينية دي اول صينية عملناها بعد ما اختمرت، هعمل ايه؟ لبن حليب، مفيش اي حاجة عليه. بالفرشة كده ببتدي ان انا همسح وش الكورة كده، كل كورة همسح وشها بالفرشة كده بالحليب. وبعد كده هضيف عليها حبة البركة، ممكن تضيفي عليها سمسم. انا كان موجود عندي حبة البركة فضفت عليها حبة البركة. بنولع الفرن على درجة حرارة 200. الشبكة بحطها في الرف اللي تحت، وبشغل من تحت بس، يعني اللون اللي اخدته من الوش ما كنتش مشغلة شواية، يعني بشغل من تحت بس. شغلي الفرن على درجة حرارة 200. حطي الشبكة في الرف اللي تحت، و تقريبا بتقعد في الفرن من 20 دقيقة ل25 دقيقة. ابتدي اوزع حبة البركة كده عليها كده من على الوش، وبعد كده هدخلها على فرن يكون ساخن مسبقا. يعني لو هتدخلي الصينية فلازم الفرن تكوني مسخناه عشان الكايزر معاكي ما ينشفش وياخد منك لون بسرعة. عشان يعني ما ينشفش منك لازم يدخل على درجة حرارة الفرن يبقى متسخن وعلى درجة حرارة 200 عشان ما ينشفش منك. دي النقطة اللي انا كنت بكلمكم فيها، ان هو كان ملزق كده في بعضه. يعني هي ما اثرتش معايا قوي، بس انا بقولك انت ممكن تتفاديها ان انت تسيبي مسافات كافية. بعد ما اخد معايا في الفرن حوالي 15 او 20 دقيقة، كان شكله كده وكان من تحت نفس اللون زي من فوق. بتطلعيه وبالبخاخ فيها مية كده وبس، بتديله بخة بسيطة، وبعد كده بتطلعيه وبتغطيه بالفوطة. بصوا الصينية التانية انا خدت بالي ان في موضوع المسافات، فعملت حساب الصينية التانية ان هي يكون في بين كل واحدة وواحدة مسافة، فكانت واخدة الشكل الكيرفي اللي هو المدور ده. هو في تلك الحالتين هو الطعم اهم حاجة، الطعم حلو قوي والشكل برضو حلو والحمد لله. جربوه ان شاء الله باذن الله الوصفة تعجبكم. اهم حاجة بس سيبي مسافات كافية. احنا في صينية سيبنا فيها مسافات والشكل واضح، وفي صينية تانية ما سيبناش فيها مسافات والشكل واضح. بتمنى فيديو النهاردة كده يكون عجبكم. هو كان فيديو كده سهل ولذيذ وسريع. هجرب كمان معاكم كده نعمل سندوتش كده برجر كده لذيذ. بس كده، لو وصلتي لغاية هنا في الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واشوفكم دايما على خير وفيديوهات جديدة وفيديوهات متنوعة. واللي لسه بيتفرج معايا على القناة وما عملش اشتراك، بتمنى تنوريني بالاشتراك. ومع السلامة.